يا ترى ايه اللي يخلي شخص يتخلى عن كل حاجة ويواجه قريش لوحده؟ النهارده هنكمل رحلتنا مع سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم من كتاب سيرة ابن هشام، وفي حاجات هتصدمكم. نبدأ ببسم الله، نصلي على النبي، ولو عايز تتفرج على الجزء الأول هتلاقي لينك الحلقة في الديسكريبشن تحت، وما تنساش لو عجبتك الحلقة تعمل لايك وتشترك على القناة. بعد إسلام عمر بن الخطاب وتوسع الإسلام وسط القبائل، قررت القبائل تكتب معاهدة بينهم وبين بعض. نجيب الكرسي. عملوا المعاهدة دي علشان يعزلوا بنو المطلب وبنو هاشم، لا يتجوزوا منهم ولا يجوزوهم ولا يبيعوا ولا يشتروا منهم، يعزلوهم تماما وسابوهم في منطقة لوحدهم، ما يخش لهمش أكل ولا أي حاجة إلا في السر. ودخل العزل ده تقريبا 3 سنين، والأذى اشتد على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وينزل القرآن في كل حدث يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحذرهم من اللي بيعملوه. وناس من أهل مكة ما كانوش راضيين عن اللي بيحصل ده، وابتدوا يتكلموا إن عيب وغلط اللي بيحصل في الناس ده، الجوع والتشريد حاجة مش كويسة، وكانوا عايزين يدخلوا الكعبة يقطعوا المعاهدة. وشدوا في الكلام لحد ما دخل واحد فيهم يجيب الورقة اللي مكتوب فيها الاتفاق، لقى الحشرات كلتها إلا جملة باسمك اللهم. يا ترى إيه اللي حصل بعد كده؟ الموت. الضيف التقيل ظهر تاني، مات أبو طالب اللي كان بيحميه، وبيتقال إن محدش عارف إن بعد كلامه مع رسول الله مات على الإسلام ولا لأ. وماتت كمان السيدة خديجة سنده في الدنيا. وحصلت معجزة من المعجزات الكتيرة اللي حصلت في الوقت ده، ويمكن أهمهم. يا ترى عارفين إيه هي المعجزة؟ الإسراء والمعراج. الإسراء اللي فيها كان الرسول صلى الله عليه وسلم نايم، صحاه جبريل وشاف قدامه كائن بين الحصان والبغل في الشبه وليه جناحين، وراح بيهم لحد بيت المقدس اللي شاف فيه أنبياء منهم موسى وعيسى وإبراهيم عليهم السلام، وأمهم في الصلاة. ورجع مكة، ولما قال لأهله طبعا ما صدقوش، وفضلوا يتكلموا عن الموضوع ويضحكوا إن الرحلة اللي بتتاخد على الأقل شهرين حصلت في يوم، لدرجة إن بعض اللي أسلم ارتد عن الإسلام. راحوا لأبو بكر ورجع معاهم ويسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخبر ده، يسأله في وصف بيت المقدس ويوصفه رسول الله، ويقول له أبو بكر صدقت. ومن يومها اتسمى أبو بكر الصديق. ومش بس الإسراء، كمان المعراج. بعد ما انتقل رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيت المقدس، شاف معراج صعد بيه سيدنا جبريل، وشاف ملائكة كتير. في السماء الأولى شاف واحد بيتعرض عليه كل الأنفس اللي طالعة. جبريل قال له ده سيدنا آدم، بتتعرض ليه كل نفوس ذريته، فيفرح بالنفس الطيبة ويزعل على النفس الوحشة. وشاف الأنفس المتعذبة باللي عملته من أخطاء في الدنيا. في السماء الثانية شاف سيدنا عيسى وسيدنا زكريا، وفي السماء الثالثة شاف سيدنا يوسف، وفي السماء الرابعة شاف سيدنا يعقوب، وفي الخامسة سيدنا هارون، وفي السادسة سيدنا موسى، وفي السابعة شاف سيدنا إبراهيم وعليهم جميعا السلام. وشاف الجنة والنعيم، ثم إلى ربه اللي فرض 50 صلاة، ورجع لله يقللها كل ما ينزل لسيدنا موسى اللي بيقول له إن عدد الصلوات كتير وصعب، لحد ما وصلت ل5 صلوات بمقام 50 صلاة. وبرغم المعجزة دي كمل مع ذلك الناس في أذاه، وبدأت قريش تضغط أكتر. الرسول صلى الله عليه وسلم راح لقبيلة ثقيف، خصوصا بعد موت أبو طالب اللي بيحميه، وده علشان يقوي دعوته بالإسلام ويقويها ضد الضغط والأذى في رحلة صعبة لكن مهمة. يلا تعالوا نعرف إيه اللي حصل. لما راح لقبيلة ثقيف رفضوه وما صدقوش منها غير غلام اسمه عداس، وهو كمان راجع سمع قرآن مجموعة من الجن وآمنوا بيه وأخبروا الجن عنه. وبرغم كل الأذى فضل يبشر بالدعوة لكل اللي يجي من القبائل، وكان منهم الخزرج اللي صدقوه ورجعوا لأهلهم. ولما رجعوا قعدوا يحكوا لأهلهم عنه، فرجعوا بيعوه في بيعة العقبة الأولى، وبعت معاهم مصعب بن عمير يقرأ لهم القرآن ويعلمهم الإسلام. وده خلى كبار القبائل هناك سعد بن معاذ وأسد بن حضير يسلموا، فزاد العدد هناك من الأوس والخزرج عشان نوصل لبيعة العقبة الثانية. طب إيه الفرق بين الاتنين؟ الأولى كانت على الحماية والنساء، والثانية كانت على المساعدة لو حصل حرب، وجه الأمر بالدفاع عن النفس ضد الظلم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وأخيرا جه أمر جديد لرسول الله صلى الله عليه وسلم، بس مش هيعمل ده من جوه مكة، فخرج المسلمين للمدينة
واستنى رسول الله صلى الله عليه وسلم امر ربه بالهجره، وقريش ابتدت تشوف هجرة الناس وخافت من هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن معنى كده إن هتقوم حرب. فاجتمعوا يفكروا في حل، يحبسوه، يمنعوه، المهم يمنعوه من الهجرة بأي شكل، لحد ما اقترح أبو جهل ياخدوا من كل قبيلة رجل يروحوا يقتلوه بسيوفهم كلهم، وبكده يبقى كل القبائل ساهمت في قتله، فما تقدرش قبيلته تحارب كل دول، ويقبلوا بالأمر الواقع. وخرجوا واقفين على بابه مستنيينه يصحى، مستنيين يخرج علشان ينفذوا مؤامرتهم. وكان جبريل نزل بأمر الهجرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وشافهم وهما متجمعين حوالين داره. خرج وهو بيقرأ آيات من سورة ياسين ويحط تراب على راسهم وهما مش شايفينه. اكتبوا لنا في التعليقات لو عارفين قرأ ايه. بس كان في فدائي قرر ياخد مكانه على فرشته. علي بن أبي طالب نايم مكانه جوه كأول فدائي في الإسلام، وبدأ هجرته. وهم واقفين مستنيينه يصحى مش مصدقين لما حد عدى عليهم وقال لهم إن محمد خرج ورمى تراب على راسكم ومشي، لحد ما قام الصبح من الفراش علي بن أبي طالب فاتصدموا. كان ساعتها الرسول صلى الله عليه وسلم خد أبو بكر الصديق وراحهم على غار ثور ليتخفوا فيه لحد ما يهدى بحث قريش عنهم. فضلوا 3 أيام أسماء بنت أبو بكر بتخرج بالأكل ليهم، وعبد الله بن أبي بكر يخرج بالأخبار، اللي منها مثلا إنهم حطوا جايزة 100 جمل للي يلاقيهم، ودي جايزة كبيرة جدا. واتحركوا بعد 3 أيام. سمع واحد اسمه سراقة ابن مالك عن أخبار للرحلة، فقرر إنه يروح ويقبض عليهم، وده علشان ياخد الجايزة. شافهم فيجري بالحصان وفجأة يقع، يتعصب ويركب حصانه ويجري بيه شوية ويقع، لحد ما وصل ليهم ولسه هيهجم وقع على وشه وحس بعاصفة بتحوطه. عرف انه مش هيقدر يقبض عليهم وطلب منهم السماح والعفو. وصل رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة في 12 من ربيع الأول بعد 13 سنة من الدعوة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم عنده 53 سنة. واتحركت الناقة وسط البيوت لحد ما وصلت لمكان مأمورة تقف فيه علشان يتبني فيه أول مسجد بإيد المهاجرين والأنصار. وبدأ العهد المدني لبناء الدولة، فكتب معاهدة بينه وبين يهود المدينة، وخلى كل واحد من المهاجرين ليه أخ من الأنصار. لكن زي أي دولة كان ليها أعداء من الداخل زي من الخارج. يا ترى مين الأعداء اللي ممكن يكونوا في المدينة؟ الأعداء هم مجموعة من اليهود والمنافقين. وبدأت مرحلة الغزوات والسرايا والبعثات. وهنا هسأل سؤال، هل تعرفوا ايه هي أول غزوة حصلت؟ كانت أول غزوة هي غزوة ودان أو الأبواء، وانتهت بمعاهدة مع بنو ضمرة. ومشيت سرية عبيدة بن الحارث لتأمين بير في الحجاز، وحاول كرز بن جابر يهجم على مراعي المدينة، فخرج ليه صفوان ناحية بدر، لكن كرز انسحب. وكانت دي غزوة بدر الأولى. وخرجت سرية عبد الله بن جحش علشان تستقصي أخبار قريش، لكن شافوهم قابلة من قريش وقتلوا معاهم. ده بعد ما كانوا مترددين يحاربوا في شهر حرام ولا لا. ولما رجعوا رسول الله قال لهم انه ما طلبش منهم ان هم يحاربوا في شهر من الاشهر الحرم، ونزل القرآن يسمح بده في الظرف اللي هم فيه. وبعد 18 شهر من الهجرة للمدينة اتغيرت قبلة الصلاة للكعبة. وسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم ان قافلة لأبو سفيان جاية من الشام، وقال للناس عليها. وعرف أبو سفيان بكلام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فبعت لقريش اللي حشدت نفسها للحرب، وحضر رسول الله صلى الله عليه وسلم جنوده للحرب، ومشي بيهم لحد ما نزل لبدر. واجتمعوا عند البير بحيث انهم يمنعوا قريش عن شرب المية. وكانت قبيلة أبو سفيان خدت طريق تاني بذكاء منه، وصلت مكة وبعت بيقول لهم انه وصل بامان ومش لازم انكم تحاربوا. طب اشمعنى القبيلة دي اللي امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بمهاجمتها؟ هم هاجموا القبيلة دي عشان كانت بالفلوس اللي استولت قريش عليها من بيوت المسلمين اللي هاجروا وطلعوا بيها في التجارة. المهم بعد ما بعت لهم سفيان انه رجع ومش لازم تحاربوا، هم رفضوا يرجعوا الا قبيلتين. ويوم 17 رمضان بدأت غزوة بدر الكبرى، وانتصر المسلمين، واتقتل أبو جهل في المعركة، واتأثر آخرين. وفي ذي الحجة غزا أبو سفيان غزوة السويق. بعد ما رجع أهل قريش من بدر مهزومين، أقسم إن هو يخرج على محمد، وهجم على جزء من المدينة، لكن خرج ليه الرسول وانسحب أبو سفيان. يهود بني قينقاع أول من نقضوا عهدهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لما اعترضوا طريق مسلمة وأهنوها، فقام واحد من المسلمين يدافع عنها فقتل يهودي، فاجتمع عليه اليهود وقتلوه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه مش هيقدر يحاربهم،
فحاصر حصنهم 15 ليله لحد ما استسلموا ليه. وكانت قريش غضبانه من اللي حصل في بدر، فحشدوا كل امكانياتهم لدرجه ان هم خرجوا بالنساء، وده علشان ما يرجعوش عن الحرب. لما عرف رسول الله صلى الله عليه وسلم ان هم قرب المدينه شاور الراي يستنوهم ولا يخرجوا عليهم. خرج عليهم مع 1000 من الصحابه، لكن المنافق عبد الله بن سلول انسحب بتلت منهم، وكمل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالباقي لاحد، وامر الرماه انهم يقعدوا على جبل احد بحيث يحموا الجيش. وكان من قريش 3000 راجل. بدا القتال وحمزه بن عبد المطلب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لحد ما قتلوا وحشي بحربه، واتهزم المسلمين بسبب ميل الرماه ومخالفتهم لامر رسول الله صلى الله عليه وسلم. محنه واختبار من الله على الايمان. كملت البعثات، منها اللي نجح ومنها اللي اصاب اهلها اذى، زي يوم الرجيع اللي مات فيه 6 من الصحابه، وده بعد ما طلبت قبيله بعثه علشان تعلمهم الاسلام، وغدروا بيهم وقتلوهم او سلموهم لمكه مقابل فلوس وقتلوهم. وشبهه حصل في بئر معونه، واللي فيها حصل حادث قتل 2 بالخطأ لقوم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبينهم عهد، بني النضير، اللي راح لهم علشان يسألهم في دية الحادث ده، لكنهم كانوا بيدبروا القتل وهو قاعد بينهم. لكن جه الخبر لرسول الله صلى الله عليه وسلم عن مؤامرتهم من السماء، فسابهم ومشي وقال لاصحابه، واجتمعوا على حربهم. فحصرهم 6 ليالي وطلبوا منه يسمح لهم بخروجهم ويسيبوا المكان وياخدوا على جمالهم اللي تقدر تشيله ما عدا الدروع، لكنهم ما سكتوش. يا ترى عملوا ايه؟ تعالوا نشوف. جمع مجموعة من اليهود على رأسهم حيي بن الأخضب أحزاب كلهم من العرب علشان يحاربوا الرسول، وجمعوا جيش قوامه 10,000 مقاتل، وكان أكبر جيش جمعوا العرب لحد وقت الأحداث دي. وسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللي بيحصل وحفر خندق حوالين المدينة. راح حيي بن الأخضب ليهود بني قريظة، وفضل الجيشين على طرفين الخندق أيام كتير. ومن الخدعة اللي تمت في غزوة الخندق إن آمن نعيم بن مسعود وما كانش حد يعرف، وعمل خدعة. راح لبني قريظة وقال لهم انتوا عارفين أنا منكم وخايف، لو محمد هزم قريش هيرجعوا لبلدهم وهيسيبوكم ليهم ومش هتقدروا عليه. وسألوه ايه العمل؟ قال لهم تطلبوا مجموعة من قادتهم يقعدوا معاكم هنا عشان لو حصل حاجة تبقوا تحت حمايتهم. وراح على سادة قريش وقال لهم انا عرفت معلومة خطيرة، يهود قريظة خافوا من محمد وقالوا له هنجيب لك ناس من سادة قريش هنسلمهم لك تعمل فيهم اللي انت عايزه، فخلوا بالكم منهم. وحصل طبعا بينهم خلاف، بعت الله عز وجل ريح عليهم وسط الخلافات دي فانسحبوا من القتال. اتجه رسول الله لبني قريظة وحصرهم في حصنهم 25 ليلة وقضى عليهم لخيانتهم العهد. وأسلم عمرو بن العاص وخالد بن الوليد بعد صلح الحديبية. بعدها بني المصطلق جمعوا نفسهم عشان يحاربوا الرسول، لكنه غزاهم وكسبهم، وكان فيها من حادثة الإفك اللي هنتكلم عنها وهنكمل باقي السيرة النبوية في الحلقة الجاية. واللي احنا سمعناه في الحلقة دي من السيرة يأكد على اللي أنا قلته المرة اللي فاتت. هتلاقوا اللينك بتاعها تحت، روحوا اتفرجوا عليها وما تنسوش اللايك والشير والاشتراك على القناة. بيزيد على كلامي هناك ان الصبر بيجيب نتيجة، بس الحياة مش دايما طالع لفوق، وانها مش وردي فيها الابيض والاسود، فهيجيلك وقت تحس انك بتملك الحياة وما فيها، ويوم تاني ممكن تخسر اقرب حاجة لقلبك. مش هينجدك من السواد ده غير صبرك ورضاك. سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم مش بس احداث وتواريخ، فيها عبرة لحياتنا، ويمكن ده اللي قررت أركز عليه واسيب التشريع لأهله والعبرات الدينية لأصحابها، والتزم باللي فهمه عن حياة عظيمة أنا شايفها وبشوف أنا فاهم فيها إيه ووصلت لفين وهتكمل على إيه. لأن اللي حصل كان نقطة تحول، بس اللي حصل بعدها يمكن يكون مهم أكتر. شاركونا رأيكم في التعليقات وحاولوا تقروها، ولو معرفتوش أديكوا خط مختصر مفيد عنها، يمكن يساعدكم الفيديو ده في يوم من الأيام إنكم تقروها. وأشوفكم قريب بالمختصر المفيد مع أحمد حسن.